أهم المحاصيل الزراعة في شهر مايو اللي هو شهر 5 أول الصيف. يمكنك زراعة الخيار ينمو بسرعة، ويمكنك زراعة الكوسة سريع النمو، ويمكنك برضو زراعة الطماطم، وبرضو يمكنك زراعة الفلفل الحار أو الفلفل الحلو، ويمكنك برضو زراعة الباذنجان يحتمل الحرارة، ويمكنك برضو زراعة الريحان، وتقدر تزرع برضو النعناع، ده كله في فصل الصيف. ويمكنك برضو زراعة الكزبرة، ويمكنك برضو زراعة البطيخ، ويمكنك برضو زراعة الشمام، ده كله طبعا فوق سطحك. ويمكنك برضو زراعة القطن، ويمكنك زراعة الرز والذرة اللي هو الشامي، ويمكنك برضو زراعة الفول السوداني في الصيف، ويمكنك برضو زراعة الفول الصويا. وكم نصيحة كده هنعرفهم مع بعضينا لنجاح زرعك في البلكونة او في المنزل. هنعرف مع بعضينا دلوقتي دول شوية نصائح محتاجهم الزرع ومهمين جدا فوق سطحك. لو استفدت من الفيديو، لو انت لسه مكمل معايا الفيديو، ما تنساش طبعا تصلي على النبي وتشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتفعل الجرس علشان يوصلك جميع الفيديوهات عن الزراعة والكل يستفيد. وطبعا بذكركم وصلى على النبي.